لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حالم لواني نوصت نوتو هج لواني كاين تفسير قرآن بيروز بيم وخزمتان وبس رزامندي رب العالمين وهي وادان اوي ازي السودي لور بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. مالا خوشوستان كلواني رابز لخزمة دولات بيروزة داوين كرب العالمين فرمان دكا قتال بكن لقل أو كساني كوا إيمان بالله تعالى نين وإيمان بروج دوائي وأويك الله تعالى حرامي كردي وبيغمبركي صلى الله عليه وسلم حرامي كردي أوان بحرامي نازانا ولا يدينون دين الحق وهلوا دين دارينا كان بديني حق كدين الله تعالى ودين راست درسته چين أوانه من الذين أوتوا الكتاب أواني كوا كتاب يان بي بخشرايا وكلواني رابر لخزمت دابوي كوا فعلا أقرسي ادعي إيمان بالله وإيمان باليوم الآخر كان بلا إيمانا يكا الله تعالى ديوه سبحانه وتعالى لا إيمان هنا بوحدانيته خوا سبحانه وتعالى بيكتاب پرستی وهروها بوشيوي كوا دربار روج قيامت هاتيا أوان بوشيوي إيمانيان بينيا وهروها أويك الله تعالى وبيغمبركي صلى الله عليه وسلم وياخد بيغمبري خوان عليه الصلاة والسلام كوا بحرامي دانا أوان بحرامي نازاننو ديني حق بيادنا كان لأهل كتاب حتى أو كاتي يان إيمان دينا يان أوتا بردوام دمن لسر كفركي خوان لمقابل دا كرجير ساي حكم إسلام دادجيان جزية دادن وويكوا پابندبوونی خۆیان نیشاندن بەو جزیەدانە بە ئەحکامەکانی ئەو شەریعەتەوە بەوەی کەوە وەکو ملکەچێک لەژێر شەریعەتی ئیسلامدا دەژێن لە مقابلدا ئەو جزییان لێ وەردەگیرێ کەوە سەر و ماڵیان پارێزراو دەبی. عن يد حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. عن يد أو جزية كلي وردەگیرێ عن يد وەکو وتمان لێرە يد بمعنى استسلام وملكزبون ده تسليم بون ملكزبون يعني بمعنى نقد ده واتنابي بنسي أو بقصد بيتن يعني أوتا ليردا عن يدين واتليردا بيستبادستي خوي بيدا هر كسيك نابي كسيش كروان بكا ويأخذ بمعنى من طيبة نفس واتبخوشي نفس خويا بيستبيدن ويان أوتا بمعنى جماعة أي هم مجتمعون على أعدائهم يعني بابلين عيد وتبجماعة وديدا بدين بجماعة أو جزيدا وكل حديث هم يد على من سواهم كبيرنا صلى الله عليه وسلم بعض المسلمان دكا وهم يد على من سواهم أي هم مجتمعون على أعدائهم يعاون بعضهم بعضا كواتا مسلمان أصل مسلمان وكوا مجتمع بن يك جماعة بن يارمتي يكتر بدن لا برامبر دجمنانيان كواتا ياد بمعنى جماعش هاتية كواتا بجماعي بين أو جزية بدن أولي ردا همو أو مانانا لأخوة دقري كوات حتى يعطوا الجزية عن يد بدست أو بمانانا دي أو أقر يدكالير مقصود لدستي أوان بي كوا أوان معطينا أقر بمعنى يدي آخذ يجبه كوا مسلمانكي كليها وردقري لێردا يد بمعنى يان بمعنى قوة دي واتا لمنطقي قوة مسلمانان لوان وردقرن يان بمعنى نعمة واتا وكو نعمتك وكو تساكيك لقال يان دكن كأو جزيان لي وردقرن لمقابل دا سر ماليان باريز راوة سر ماليان
پارێزراوە ئیتر بەو مانایانە هاتیە. حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. صاغرون أي أذلاء بزليلية أو جزية بدن لمجموع فتاوى دا هاتيا ضل أو حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ضل أو تبلغي أو لسر أنه لا يجوز الإمساك عن قتالهم إلا إذا كانوا صاغرين حال إعطائهم الجزية. كواتا بيست قتالا لقلب بكري حتى وكو دقنا حالتيك وجزيدا بزليلي. ومن المعلوم أن من أظهر سب نبينا في وجوهنا معلومة كسيك بأشكرايو روبروي إيما جون ببيغمبر محمد صلى الله عليه وسلم وشتم ربنا على رؤوس الملأ منا ياخذ جوێن بەرامبەر بە الله تعالى بە پەروەردگارماندا بە ئاشکرا و لە پێشاوی هەمووان وطعن في ديننا في مجامعنا وكسيك بطعن لدين ما بداو لنيو آودانيدا فليس بصاغر أو الذليل نية لأن الصاغر الذليل الحقير وهذا فعل متعزز مراغم كواتا أو ذليل نية كوا أهل كتاب بيتن أوشتان بكا كاتك كوا أوشتان أو سنوران دبزيني أو كسيك روبرو دبيتوا ففي هذه الحال يكون قتال هؤلاء مأمورا به ولا تنعقد لهم ذمة ولو عقد لهم كان عقدا فاسدا. كواتا أجر لو حالتي وأنا بحساب لجير دستي حكم إسلام جدا بجين كسيق لوان اشتوابك وعقدك فاسد دبيتو لو دردز كوادي فعلي بكري بلكو بيست قتال لقل بكري أوها مسألة كسيق بأدبي برامبر بخوا سبحانه وتعالى برامبر بيغمبر صلى الله عليه وسلم ياخذ طعنا لدين ما بدأ وكلوا أنا كراب رجباس ما كان لقولي شيخ الإسلام كوا حكمي أو كسيك بأدبي دكا برامبر بدين سنور دبزيني بتايبتي برامبر ببيغمبر صلى الله عليه وسلم أو بيست بكجري أجر كاتق مسلمان ده صلاة يعني نبي أجر ده صلاة نبي أو بيست صبر بجيره. السيوطي دليل إكليل هذه الآية أصل قبول الجزية من أهل الكتاب كاتو أصلك بنماك بلقيك لبورقرتني ياخذ قبول كدني جزية لأهل الكتاب. وهو دليل استدل من قال بأن معنى اليد فيما تقدم الغنى أنها لا تجب على معسر كواتا يد لأن بمعنى غناش هاتيق لمعنى كاني كواتا لو حالتي أو كسي كوا أهل كتاب أجر زور نبوبو زور بين كم درامد بو أو لي والناجر الجزية بلكو ما دام مسالم ومحاربني لجر ساي حكم الإسلام دجيه ودفاع شلي ذكره ما دام نبوني شو جزيش لي والناجر. ابن القيم دليه الصواب في الآية أن الصغار هو التزامهم بجريان أحكام الله تعالى عليهم وإعطاء الجزية كاتلير وهم صاغرون أو صاغرون أو زليل بونا ما نايتسيا يعني هندك بصراحة لا همو سنورك دردسي ده بهمو شيء زليل بكرنا بو معناه بلكو زليل بونا كان بريتيا له پابندبوونیان بۆی کەوا ئەحکامی خوا سبحانه وتعالى وەکو ئەحکام کەوا لەو کاتەی ئیسلام خاوەن دەوڵەت و دەسەڵاتە پابندبوونیان بە ئەحکامی عامی ئیسلام کە لە ژێرساییدا دەژیان و هەروەها پابندبوونیان بە بەخشینی جزیە بەدانی جزیە ئەوە سەغارەکەی وەکو دەڵێ ئیمام شافعیش وا دەڵێ ڕەحمەتی خوای لێکەواتە وهم صاغرون واتە جزیەدان و پابندبوونیان معارضة نكردنيا لبو أحكام إسلام كوا حاكمة لو كاتي. روى أبو عبيد في كتاب الأموال عن ابن شهاب قال أول من أعطى الجزية من أهل الكتاب شيء كم كذبون لأهل الكتاب جزية دالة تاريخ إسلام أهل نجران وكانوا نصارى كوات النصران يكاني نجران أوان يكم كذبون كجزية داو بوشي أو آتل السلوان جيب كراوار. وأبو عبيد دله ثبتت الجزية على اليهود والنصارى بالكتاب وعلى المجوس بالسنة كواتا أو آتا طبعا بلقي لسروي كوا أهل كتاب أو كوا مسلمان نابي لو حالته بيست جزية بدا أو آتا بكتاب لقرآن بيرو ثابتة مجوس يكانج أو كوا مسلمان نابن مجوسي آجر برست أويش لسنة بيعنبره صلى الله عليه وسلم أوانيش
جزيان لوردجيري. ابن القيم رحمة الله عليه لما نزلت آية الجزية أخذها صلى الله عليه وسلم من 3 طوائف كاتكاتي وأتدابزي في صلى الله عليه وسلم جزية لسيد طائفان ورقر من المجوس واليهود والنصارى لو سي ورقر مجوسيا كان وهروا جولك وديان ولم يأخذها من عباد الأصنام اللهم لا بتبرستكاين ورنقر فقيل إنما لم يأخذها من مشركي العرب لأنها إنما نزلت فرضيتها بعد أن أسلمت دائرة العرب ولم يبقى فيها مشرك فإنها نزلت بعد فتح مكة ودخول العرب في دين الله أفواجا فلم يبقى بأرض العرب مشرك كواتا بيان صلى الله عليه وسلم أدلو لا مشركة كاني عربي ورنقر لو لبت برستكان ومشركة كاني ورنقر لبرو كاتق وأتدابزي وقت أواخر ما نزل لبرو أو كاتيب لدواي فتح مكة دابزي بعام جزيرة عربي هاتنا ناو إسلامو بابنين لجزيرة عربي مشرك نما هر هموي هاتن بابندبوني خوان بدين إسلام نشان دا أقرنا أو زوا أو بابته بيشتشي لبو برياردان لسر بابتك لسر أوي جزية لمشركان ورد جيريانا إن زاو سدل ولا فرق بين عبادة النار وعبادة الأصنام عشان لو بيانصوص لموجوسيا كان ورقر لولا عباد الأصنام ورنقر لبرو يدل عباد الأصنام لو كاتي هم مسلمان ولا دواي فتح مكة ملام عبدة النار مجوسيا كان مابون لواني ورقر بل أهل الأوثان أقرب حالا من عباد النار أصلا تلاقي مقارنة وكين مجوسي وآقر برست باشترا ياخذ بت برست طلع أصلا بت برست كان نزيكترا لا آقر برستي وكان فيه من التمسك بدين إبراهيم ما لم يكن في عباد النار أواني كوابت برزبون زيادة الخوان با شوين كوتي بقاي دين إبراهيم دزاني عليه الصلاة والسلام طبعا آقر برست أوشيان نبو بل عباد النار أعداء إبراهيم الخليل أصلا وأنا آقر برستن وثنين مجوسينا مجوسيا كان أوانا أصلا دجمناتي إبراهيم الخليل ده كان ك بابلين لاقري وآقري ده كان كإبراهيم بصوتيني عليه الصلاة والسلام فإذا أخذت منهم الجزية فأخذها من عباد الأصنام أو لا كوات أقل مجوسيا كان في نصوص مريقرت بي عباد الأصنام أقل موجود با أو لا ترى لو أنج بربجيري كوات أوانج بهما شيوة واتا جزية لهر كافري قوار دجيرية أقل آمادا نبي مسلمان بيو مادام لجير ساي حكم إسلام دجيه كوات لو حاطي كإسلام حاكم بي كسي كافر مادام محارب نية آمادية لجير حكم إسلام بجيه أو لا إكراه في الدين زوري لنا كريبتا مسلمان أو جزية داتن لبرانبر أو كوا دفاعي لذا كريو سرو مالي سلامة بارز راو دبي وهروها دلي وعلى ذلك تدل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل صحيح مسلم داهاتي بالقرى سرهند أنه قال إذا لقيت عدوك من المشركين جيشت برام دجمنا كدل مشركان فادعهم إلى إحدى خلال 3 كواتا بانجام كلبوا سيشت فأيتهن أجابوك إليها فاقبل منهم لو سيشت كامان قبول بو أو قبول بكريت كامان آمادين شان دلبوا قبول كن يقلو سيد يعني قبول بك وكف عنهم وازيان لبنا ثم أمره أن يدعوهم إلى الإسلام أو الجزية أو يقاتلهم كواتا بانك دكرين لبو مسلمان بون أجر مسلمان نبون لو حالتي يانو تشريان لقل دكري أجر كافر محاربين يان أو تاد بيوست جزية بدن يقلو سي حالة بدنك وتبع عام كاتك ومشرك آماد نبي مسلمان بي محارب أجنبي أجر محارب طبعا هو قتال اللي قل دكري كواتا آماد نبي مسلمان بي محارب أجنبي لو حالتي لجير ساي حكم الإسلام دجية أمينة لمال سري خوي لسرو مالي خوي بل مقابل جزية دا ولما وجه صلى الله عليه وسلم معاذ إلى اليمن كاتك وابن صلى الله عليه وسلم معاذ بروي يمن نار فرماني بيكر أن يأخذ من كل محتلم دينارا أو قيمته من ثياب كواتا أوانك ومسلمان نابن هركسيق لوانا محتلم بو وتبالغ بو بلا مسلمان جنابي دينارش لوردقري وكو جزية يان مقابلكي بشمكو زلوبرق لوردجري وفي هذا دليل على أن الجزية غير مقدرة الجنس ولا القدر كواتا دلي أو بلغير سروي كوا جزية تقدير نكرة كوا بالضبط لا تشتاق ور بجيله
مقدارك يتسنبي، بل يجوز أن تكون ثيابا وذهبا وحللا. دكريت سلقه برك، دكري زيربي، دكري هرشتيك بيتن، وتزيد وتنقص بحسب حاجة المسلمين. زياد دكري كم دكري حسب حاجة مسلمان لو كاتي، واحتمال من تؤخذ منه وحاله في الميسرة وما عنده من المال. وأروح حساب رتساي وش دكري أو كلي وردجيري تسند حالي ميسرة وتسند دولة من دو تسنديها لو حالتي أو اعتباراتان هم يلو دكري أكو لا خالك بيش وتريج قطمان كواكسك هيت نبي وكم درامد بي أو لو حالتي هل ورناجيري. ولم يفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خلفاء في الجزية بين العرب والعجم. ولن لا بيغمبر صلى الله عليه وسلم وخليفة كان كزيان ورقتيا لأن عرب وعجم جوازيها نكرديا. وفي الغرض من الجزية ورأفة المسلمين بمن أضلوهم بسيوفهم بس لو ورقتني جزية وهروا التعامل مسلمان كوب ولقل أوانك ولا جير دستيانا كذا صلاة مسدا دشة ديار التاريخ شاهدة كوكوبة إنذا هندك شد نقل دكاتن كوافعلا وكو بلقي تاريخية للتعامل مسلمان لقل أوانك ولا جير دستيان بتشويك بو بالله لبرتوابوني كادوستين ببشتواني خواي جورا لواني داهاتو دينو خزمتي. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.